يا شباب البعلوان، أنا اليوم فقط أقول شباب البعلوان، قبل أن تبكي على أن منصبا ذهب، من حق كل عشيرة أن تقيم الموقف وأن تدرس الأسباب والنتائج، لكن هل عرفت موقفك في ميزان الله؟ والله يا شباب أن الذي ليس له جاه وليس له ميزان عند الله لا يخلق له المنصب جاها ولا ميزانا، والعشيرة التي ليس لها جاه وليس لها مواقف وليس لها اعتزاز لا يعطيها المنصب ولا يقدمها ولا يرفع شأنها، بل يرفع شأنها إيمانها، أخلاقها، مواقفها ورجالها. هذه الانتخابات التي كانت أكثر بذخاً وأكثر استقطاباً عشائرياً ومناطقياً، وأكثر انتخابات تمت فيها بيع الذمم والأصوات. وقد قلنا لكم أيها الأحباب الكرام في خطب قبل الانتخابات، قلنا لكم أن الانتخابات هي يوم وستنتهي، وفعلا انتهت الانتخابات، لكن من بقيت المنطقة وعلاقاتها، بقت العشيرة وأخوتها، بقى المسجد وهو يجمع أبناء هذه المنطقة، بقت والتقت الوجوه. بعد الانتخابات إخواني، وحينما خرجت النتائج، الناظر إلى أحوال الناس مناطقياً وعشائرياً يلاحظ ملاحظة واضحة وجلية أصبحت سمة بين أبناء هذه المناطق. هذه الملاحظة والتي شخصتها أنا في هذين اليومين وأنا أراقب إلى التفاعلات وإلى التعليقات وإلى المناوشات، أن الناس قد اختلت موازين تقييماتهم، اختلت موازين تقييمات الناس. فأحببت في هذه الخطبة يا شباب أن أذكر بموضوع عنوانه ميزان الله لا يميل ولا يخطأ. الناس إخواني بدأت تقيم، منهم من يقيم الإنسان على ماله وما الملك، إن كان له مال أخذ له التحية، وإن لم يكن له مال عنه مال. وقسم من يقيم الناس على جاهه وعشيرته، وقسم من يقيم الناس بل هو يقيم نفسه على منصبه. لماذا؟ لأنه وفهم كثير من الناس أن المنصب هو تشريف للإنسان، وغفل أن المنصب هو تشريف، هو تكليف ومسؤولية قبل أن يكون تشريفا. فالناس أخذت تقيم هذه، موازينهم اختلت، ونسوا بل تناسوا ميزان الله
العدل يوم القيامة. نسوا ميزان الله العادل الذي لا يقيم الناس على ما ملكوا، لا يقيم الناس على مناصبهم، لا يقيم الناس على جاههم، لا يقيم الناس على ذهبهم وفضتهم، إنما يقيم الناس على إيمانهم وتقواهم وصدق علاقتهم بالله. وتعال إلى المربي الأول محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرشدنا يا شباب إلى الميزان الحقيقي الذي يقيم به الناس. صعد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صعد على شجرة لكي يأتي بعود سواك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود كان نحيف الجسم دقيق الساقين، يعني سيقان رفيعة، نحيف الجسم دقيق الساقين، لكنه كان ممتلئا بالإيمان والصدق والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام. عبد الله بن مسعود قارئ القرآن الذي أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. صعد على الشجرة فجاءت الريح، ذلك الرجل الممتلئ بالإيمان دقيق الساقين، فجاءت الريح فكشفت عن ساقيه، فلما رآه بعض الصحابة دقة ساقيه ضحك بعض الصحابة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقط الصورة فيعطي درسا للصحابة وللأمة من بعدهم كيف يقيمون الناس، وما هو الذي يرفع شأن الناس، وما هو الذي يرفع شأن الرجل والعشيرة والدولة والأمة. لا الجاه ولا المناصب ولا الأموال، يا من تبكي على المنصب. فيقول لهم: أضحكتم من دقة ساقيه؟ أضحكتم من دقة ساقيه عبد الله بن مسعود؟ فوالله إن ساقي عبد الله بن مسعود لهي في ميزان الله يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله أكبر! جبل أحد بشموخه وعرضه وطوله، دقة ساقي عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الله يوم القيامة. هو التقييم يا شباب، هذا هو الميزان الذي لا يميل ولا يخطئ، هذا الذي يرفع الرأس ويرفع الشأن. وانتقل بالصورة يا إخواني من الشجرة التي تسلق عليها عبد الله بن مسعود إلى مشهد يوم القيامة. يصور لنا الصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف ميزاننا، وهل نحن أصحاب ميزان دقيق؟ يقول صلى الله عليه وسلم:
إنه ليأتي يوم القيامة الرجل السمين الطويل العريض قد تغتر به الناس، أموال كثيرة لكنها من السحت ومن سرقة المال العام، سيارات طويلة وعريضة لكنها وصورة كبيرة، يتمنى ياخذ صورة وينشرها، يتمنى ياخذ صورة ينشرها. إنه ليأتي يوم القيامة الرجل السمين الطويل العريض ولكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة لا يزن عند الله، يذهب هباء منثورا. لماذا؟ لأنه لم يعرف التقييم الحقيقي ولم يعرف ميزان الله كيف يوزن الرجال، فلم يوزن نفسه في الحياة الدنيا. فيا من تتباكى، أولا قبل أن تتباكى على المنصب الذي ذهب، هل عرفت ميزانك عند الله؟ حاسبت نفسك؟ قلت أنا شنو ميزاني عند الله؟ يوم تأتي الموازين، يضع الموازين القسط ليوم القيامة، هل إذا جاء الله فوجدك في ميزان الله محافظ على الصلاة؟ هل إذا جاءت الموازين ما وجدك يوم القيامة الله معتز بدينك وبإيمانك، أم أنك تبيع دينك بعرض من الدنيا؟ هل إذا جاء الميزان يوم القيامة تجد أنك عند الله صاحب أمانة وصاحب كلمة وصاحب موقف، أم أنك بعت أمانتك وكلمتك ب50,000 أو ب200 أو هذا الميزان يوم القيامة. فيا إخواني، يا شباب هذه المنطقة، يا شباب البعلوان، أنا اليوم فقط أقول شباب البعلوان، قبل أن تبكي على أن منصبا ذهب، من حق كل عشيرة أن تقيم الموقف وأن تدرس الأسباب والنتائج، لكن هل عرفت موقفك في ميزان الله؟ والله يا شباب أن الذي ليس له جاه وليس له ميزان عند الله لا يخلق له المنصب جاها ولا ميزانا، والعشيرة التي ليس لها جاه وليس لها مواقف وليس لها اعتزاز لا يعطيها المنصب ولا يقدمها ولا يرفع شأنها، بل يرفع شأنها إيمانها، أخلاقها، مواقفها ورجالها. والدليل على ذلك كم من الرجال إخواني الذين ماتوا رحمهم الله نذكرهم لا زلنا، أكانوا أصحاب مناصب؟ أبدا، لا، بل أن أصحاب المناصب قد الآن كثيرين حينما يذكرون يلعنون في الدنيا والآخرة. إنما الرجال تقيم بإيمانهم وبمواقفهم. كم من أصحاب مناصب باعوا دينهم بدنياهم، كم من أصحاب مناصب طعنوا في دين الله وفي الإسلام حتى يرضى وحتى يبقى في المنصب. أهذا في ميزان الله شيء؟ لا والله، لا يوجد ولا يساوي في ميزان الله شيء. العبرة يا شباب، العبرة التي نأخذها من هذين الدرسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشهد عبد الله بن مسعود ومشهد يوم القيامة، أن المناصب لا تعطي في ميزان الله شيئا إن لم يكن لصاحب هذا المنصب جاها وشرفا وأمانة ومسؤولية يوم القيامة. فخذوها يا شباب قبل أن تتنادموا
اجلس وقل لنفسك سؤالا: هل أنا في ميزان الله شيء؟ هل أنا في ميزان الله شيء؟ لأن الدنيا ستزول والمناصب ستزول والانتخابات تنتهي، ولا يبقى إلا ميزان العبد يوم القيامة، يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. اللهم ثقل موازيننا واجعلنا لا نخطئ التقدير، فأعيننا تنظر قبل الدنيا إلى ميزانك يا رب الذي لا يميل ولا يخطئ. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين، وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ادعوا الله وأنتم موقنون. نبارك لكل من فاز في هذه الانتخابات، ونسأل الله تعالى أن يجعلهم يدركون أن المنصب هو ليس تشريفاً وتكريماً فحسب، بل هو تكليف ومسؤولية. يوم القيامة إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع، وأن يعينهم على أن يدركوا أن المنصب لا للوجاهة الاجتماعية، وإنما لخدمة الناس، لخدمة الناس غنيهم وفقيرهم، من انتخبوه ومن لم ينتخبه. نتمنى على أبناء هذه المحافظة أن يعملوا لمحافظتهم جميعاً، وأن يكونوا أصواتاً حقيقية، أصوات حقيقية تدافع عن حقوقهم وتدافع عن مبادئهم وتدافع عن دينهم. أنا أقول حادثة واحدة يا إخواني حتى تعلم أننا حتى في ديننا مهددون. قبل أيام كنت أدرس ابني في الأول المتوسط التربية الإسلامية. شوفوا، لتعلموا أن المنصب مسؤولية. كثير من أعضاء مجالس النواب الآن الإحصاءات بدأت تخرج، كثير منهم 4 سنوات بقى في مجلس النواب ولم يداخل مداخلة واحدة، ولم يتكلم كلمة واحدة. يعني مثل ما يقول حجارة السيد مبارك، وهو يكلف الدولة هو ورواتبه وحماياته ما يقارب 120 مليار في 4 سنوات، ولم يتكلم كلمة واحدة. فكيف يدافع عن حقوق أهل السنة؟ أنا أدرس ابني، مر علي هو حديث وقول للسيدة حليمة رضي الله عنها وأرضاها، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، تقول في الحديث الصحيح: إننا كنا في الليلة الظلماء لا نجد نوراً إلا نور وجه محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فنخيط على وجهه في التربية الإسلامية. هذا الحديث مغير مزور، مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إننا في الليلة الظلماء كنا لا نجد إلا نور وجه فاطمة رضي الله عنها حتى نخيط عليه. لاحظ إلى التبديل مع اعتزازنا بالسيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، نحبها نجلها، هي بنت السيدة خديجة رضي الله عنها، وهي زوجة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهي أم الحسن والحسين. لكن لا ينبغي للتزوير، هذا شوية شوية تبدي الأمور. فلم يكن هناك نواب واعون، مو نواب يريد يروح يبوك، مو نائب يريد يروح يكثر أمواله، مو نائب يريد يروح يكثر عماراته، وإنما يدافع عن أهل السنة والجماعة، يدافع عن حقوق أهل السنة جميعاً. لو كان هؤلاء لوقف ورفع هذا وقال هذا لا يجوز، هذا تزوير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي المسؤولية يا إخواني. والله أنا أقول
أنا لو رفعت كل الامتيازات عن مجلس النواب وعمل بقول من أين لك هذا، وكما كان سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعمل ويحاسب الوالي يحصي عليه أمواله قبل الولاية وبعد الولاية، والله لا تجد إلا القليل من يزاحم على مجلس النواب. لكنها الناس فهمت أن هذا هي مسؤولية وهي سلطة وهي تسلط على رقاب الناس، وهي وسيلة لسرقة المال العام، وهي وسيلة لتكثير الثروة. أما مسؤولية، أما أخاف، أما أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أما أدافع عن حق أهل السنة، أدافع عن حقوق جميع شعبي الذي انتخبني والذي لم ينتخبني، هذه لا تجدها إلا في القليل النادر. نتمنى والله أن نراها في أعضاء مجالس النواب جميعا في محافظتنا الذين قدمهم الناس ووثق بهم. أسأل الله تعالى الموفقية للجميع.